لا، ما من الذي إقامة يعطيني دعوته. الحق أن أجزم لنفسي بخاتمة ما وأن أنفي عنه خاتمة ما؟ إذا وقعت عينك على كبير فقل سبقني إلى طاعة الملك القدير، بديع. وإن وقعت عينك على صغير فقل ذنوبه أقل من ذنوبي. يا الله يا الله الله. وانكسر دائما لله واكبر خواطر الخلق، نعم. وكن على يقين بأن الملك جل وعلا هو الذي يتولى جبر خاطرك. يا الله ونعم بالله. ماذا عن الدعاء كطريق وسبيل لتزكية النفس؟ كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الكلمات الجميلة دي، اللهم آت نفسي تقواها. يا الله، هو أتقى خلق الله. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بالله عليك يا دكتور محمد، بالله عليك يا محمد يا حسان، كم مرة تدعو الله بهذا الدعاء؟ مقصر يا شيخ، كم مرة؟ مقصر والله كثير، أنا كم مرة كثير. وسيد الخلق يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. الدعاء الدعاء ثم الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أيوة. ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا خطوط ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولذلك كان عمر يقول نعم. إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الله. فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. هل يغير الدعاء القضاء؟ نعم، الدعاء يرد القضاء. القضاء يرد كيف؟ هل من القضاء ينفد من اللوح المحفوظ ينزل. نعم. فيلتقي الدعاء من قوس مشدود وذراع قوية، أي يخرج الدعاء من قلب مخلص تقي نقي رضي، فيصعد هذا الدعاء إلى الرب العلي بتذلل وانكسار وحب وافتقار وإظهار للضعف. شوف بقى، فيلتقي الدعاء بالقضاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يا الله. لا يأذن الدعاء للقضاء أن ينزل، هو نفد لكنه لا يصيب هذا الإنسان الذي تذلل وتضرع بالدعاء لرب الأرض والسماء. ولذلك الدعاء لا ينبغي أن نستهين به. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، نادي من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. نحن في ثبات عميق يا دكتور محمد، نحن أمام الشاشات يا دكتور محمد، نحن أمام الفضائيات، نحن أمام المواقع الإباحية، ورب البرية ينادي في الثلث الأخير من الليل. كم من يجلس من الخلق ومن البشر أمام المواقع وأمام وسائل التواصل في ساعات تنزل الملك تنزلا يليق بجلاله وكماله وجماله، ينادي أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ أين نحن؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ أين نحن؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ أين نحن؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فالدعاء من أعظم وسائل التزكية. لو بكت عينك ورق قلبك فاعلم بأنها لحظة من لحظات الإجابة. الله أكبر. نعم، إن اقشعر جلدك يا دكتور محمد وشعرت بالخشية وتنزلت الدموع وأنت في خلوتك، اعلم بأن هذه الساعة ساعة إجابة، لا تضيعها. ندعو، لا تضيعها. ارفع أكف الضراعة وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم يقينا أنه ما فتح عليك بهذا الحال إلا ليدلك على الدعاء والتضرع بين يدي الكبير المتعال. الله الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. نصيحة فضيلتكم لنا ماذا تقول؟ نصيحتي ألا نمل من الدعاء إن لم يتحقق الرجاء. ألا نمل من الدعاء إن لم يتحقق الرجاء. أنا أدعو ولكن لم تتحقق أمنيتي ودعوتي ورجائي، فلا يجوز أن أتوقف. الله لا يمل من سماع الدعاء أبدا. واعلموا بأن الله لا يمل حتى تملوا في التوبة وفي غيرها.
فكثير من أحبابنا من المسلمين والمسلمات إذا دعا ربه جل وعلا ولم تتحقق الإجابة يمل. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر. يعني قالوا: وما الاستحسار يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. سلم يا رب. اعلم بأنك مجاب في أي حال من الأحوال، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما أن يصرف عنك الله من السوء مثلها، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صححه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، أن النبي، حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم ربه جل وعلا بدعوة يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا، هناك من يدعو ويستجيب الحق جل وعلا ويرى الإجابة فورا أو في وقت قريب، إما أن يستجيب الله دعوته، خذ الثانية ويا لها والله من بشرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الله، كفى. بعض الناس يقولون هذا رزق سلبي. لا يا أخي، ليس سلبيا، بل قمة الإيجابية. نعم صحيح. لقد صرف الله عنك من المرض ما لو وقع لأنفقت ورب الكعبة عليه الملايين. صرف عنك من الفتن ما لو وقعت ورب الكعبة لا أرهقت في دينك ودنياك. هناك أرزاق، تضرع، ادعو الله، إما أن يعجل لك في الدنيا وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما التالتة وإما أن يدخرها له في الآخرة. فقال عمر: إذا نكثر يا رسول الله، ما دمنا كسبانين في الثلاث حالات، إذا نكثر. فقال المصطفى: الله أكثر. الله أكبر. الله أكبر. عنده الكثير. نعم سبحانه. وسعت خزائنه السماوات والأرض. نعم سبحانه. بارك الله في فضيلتكم شيخنا.